تخيل نفسك راكب اتوبيس سفر بالليل والناس كلها نايمة فيه والجو هادي، الطريق لسه طويل، وفجأة تسمع صرخة مرعبة وتبص تلاقي واحد ماسك سكينة وبيهجم بجنون على راكب تاني من غير أي سبب. الركاب بيجروا يصرخوا، السواق واقف مش عارف يعمل ايه، واللي جوه الاتوبيس بيتحول لجحيم حي. الموضوع مش فيلم رعب، دي جريمة حقيقية حصلت سنة 2008 في كندا، واللي هزت العالم كله بسبب بشاعتها وغموضها. قضية تيم ماكلين، الشاب الطيب اللي اتحول لضحية في أبشع جريمة ممكن تسمع عنها في حياتك. قضية تيم ماكلين من أبشع وأغرب الجرائم اللي حصلت في كندا، جريمة لحد دلوقتي لسه الناس بتتكلم عنها ومش قادرة تصدقها. مين هو تيم ماكلين؟ اسمه تيموثي ريتشارد ماكلين، شاب كندي اتولد يوم 3 أكتوبر سنة 1985 في كولومبيا، واتربى في مدينة هناك. كان شاب طيب وهادي والكل بيحبه، وفي يوم صاحبته اقترحت عليه انه يشتغل معاها في الكرنفال اللي بيلف مدن كندا كلها. الفكرة عجبته لانه بيحب سفر المغامرات، وبالفعل اشتغل معاها ولف مدن كتير وعاش تجارب مختلفة واتعرف على ناس في كل مكان. لكن مع الوقت السفر الكتير تعب تيم، وقرر انه يسيب الكرنفال ويرجع حياته العادية ويدور على شغل ثابت. وفي يوم 30 يوليو سنة 2008 كان دي اخر رحلة ليه مع الكرنفال. وقف في مدينة ادمنتون واللي بتبعد عن بلدته مسافة طويلة. قدامه حلين، يا اما يركب طيارة وتوصله في دقايق، يا اما ياخد اتوبيس ممكن يقعد فيه 24 ساعة سفر. وبما انه ما كانش معاه فلوس كافية لتذكرة الطيران، اضطر انه يركب الاتوبيس. ركب تيم واخد كرسي في الاتوبيس، والاتوبيس بطبيعته كان بيقف في الطريق اكتر من مرة عشان استراحة الركاب. بعد حوالي 17 ساعة سفر وقف في محطة إريكسون. الساعة كانت حوالي 7 ل 5 بالليل بالظبط. كان يوم 31 يوليو. هنا طلع راكب جديد، راجل طويل بملامح آسيوية في الأربعينات من عمره، كان أصلع ولابس نظارة شمس مع إن الوقت كان بالليل. الشخص ده كان اسمه فينس لي. طيب مين هو فينس لي؟ فينس اتولد في الصين سنة 1968 ودرس كمبيوتر، واتخرج سنة 1992 واشتغل مهندس كمبيوتر في بكين لحد سنة 1998، وبعدين هاجر لكندا سنة 2001، وفي بعض المصادر بتقول سنة 2004، بس الأكيد إنه خد الجنسية سنة 2006. فينس قعد في أول الأتوبيس، لكن بعد الاستراحة رجع يتمشى جوه الممر بتاع الأتوبيس، وهو عمال يبص للركاب واحد واحد كأنه بيدور على حد معين، لحد ما شاف تيم وقعد جنبه. تيم في اللحظة دي كان نايم، صحي على حركة فينس وسلم عليه ورجع نام تاني. بس الركاب لاحظوا ان تصرفاته غريبة، بيهز راسه بشكل عصبي وعمال يتكلم كلام مش مفهوم، وده خوف الناس اللي حواليه. الساعة 8:30 بالظبط فجأة طلع فينس سكينة كبيرة من جيبه وابتدى يطعن تيم بطريقة هستيرية في رقبته وصدره. الركاب دخلوا في حالة رعب وصرخوا للسواق عشان يقف، لكن الطريق كان سريع ومش قادر يركب. تيم صحي مفزوع وحاول يهرب، بس فينس مسكه وطعنه تاني وتاني لحد ما الاتوبيس وقف اخيرا على جنب. الركاب جروا بسرعة بره، لكن تيم لسه بيحاول يقاوم. وقع مرهق على الارض، وهنا كانت فرصه لفينس اللي كمل عليه باكتر من 160 طعنه. وطبعا في اللحظه دي كله نزل من الاتوبيس ومش قادرين يوصلوا له. سواق الاتوبيس حاول يطلع الاتوبيس هو وكان واحد معاه، بس مش هيقدروا يدخلوا عليه، فجابوا زي حديده كبيره عمالين يزقوه بيها. ساعتها في اللحظه دي فينس عمل ابشع حاجه ممكن تتخيلها، مسك راس تيم وقطعها، فصلها عن جسمه. بعد ما قطع راسه فضل يلوح بيها للناس اللي كانوا بيبصوا له من بره الاتوبيس. المنظر كان مرعب لدرجه ان اي محاولة انقاذ فشلت. طبعا في اللحظة دي بلغوا الشرطة، والشرطة جت على طول، لكن المدهش انهم فضلوا محاصرين الاتوبيس 5 ساعات من غير ما يقتحموه. يمكن كانوا مستنيين الجاني يهدى. خلال الوقت ده فينس ابتدى يقطع في جسم تيم وابتدى ياكل من احشائه، وهو بيكرر جملة غريبة: لازم افضل في الاتوبيس للابد، لحد ما حاول يكسر الازاز ويهرب. الشرطة وقتها صعقوه بالكهرباء ومسكوه، ولما دخلوا الاتوبيس لقوا جثة تيم متقطعة، دم في كل مكان.
مكان، واجزاء من ودنه ومناخيره لقوها في جيب القاتل. ولما ابتدوا يحققوا مع فينس قال ساعتها انه سمع صوت ربنا بيقول له ان تيم من اتباع الشيطان ولازم يقتله. وبعد الفحص اكتشف انه مريض بفصام حاد. انتقل ساعتها لمستشفى امراض نفسيه واتحبس هناك فتره لحد ما في سنه 2015 خرج بحجه انه ما بقاش خطر على المجتمع بشرط ياخد علاجه ويتابعه. واللي صدم الناس كلها وخاصه والدة تيم اللي كان اسمها كارول ديلي ان فينس بعد كل اللي عمله ما خدش حكم اعدام ولا سجن مؤبد، لا ده اتنقل لمستشفى نفسي وبعد كام سنه طلعوه وقالوا بقى امن. تفتكروا هل واحد يعمل اللي عمله ممكن يبقى آمن فعلا ولا لسه جوه دماغه أصوات تانية مستنياه؟ قولوا لي رأيكم، هل فينس ليه يستحق الحرية ولا المفروض يفضل محبوس للأبد؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان ده بيشجعني ان انزل فيديوهات باستمرار. تصبحوا على خير، سلام.